والاستعجال، التسرع، وكأن المباراة ستنتهي بعد دقيقة أو دقيقتين، والحكم أضاف 10 دقائق. الآن احنا لن نتكلم على أن الحكم أضاف 10 دقائق ثم بعد ذلك استمتدت المباراة إلى حدود دقيقة 13 حينما يكون الموضوع في صالحنا. لا نقول الحكم لا نعترض عليه، لن ننزل إلى مستطيل الأخضر. اليوم هل شاهدتم أنصار المنتخب الأوكراني ينزلون إلى أرضية الميدان ليحتجوا على حكم المباراة لماذا أضاف 10 دقائق؟ هذه حاجة. سأفتح قوس لأبين للناس حكاية الدقائق التي تمنح كوقت بديل للضائع. الأمور تغيرت، قلت لكم من كأس العالم الأخيرة ما بقاش نهاية المباراة ب3 دقائق أو 4 دقائق. أعتقد اليوم في مباراة أولى أعتقد كانت لمنتخب الأرجنتين مباراة إسبانيا، أعتقد أضاف الحكم 8 دقائق، شيء عادي. على أي حال كنا نتحدث عن لا تبني على المباراة الماضية، ويجب أن تضع الخطة المناسبة للفريق الذي تقابله، ولا يبقى بالك منشغلا بالمباراة الماضية وأنك تفوز على الأرجنتين. سأفتح قوس بسيط جدا لأقول بأن الأرجنتين في كأس العالم الأخيرة خسرت من السعودية 2-1. السعودية ودعت هذا الدور الأول والأرجنتين فازت بكأس العالم، أي أن العبرة بالخواتيم. فالشيء الثاني هو أنه حينما تكون أمامك مباريات في إطار المجموعات بشكل بطولة، أنت تحسب حسابات كل الأشياء، خاصة في دورة أولمبية هامش المناورة قليل جدا وضعيف، لديك 18 لاعبا، وأنت بدأت المباراة ولديك 6 لاعبين لديهم بطاقة صفراء، أي أن هناك خوف يتمالك في بعض اللاعبين من ارتكاب مخالفة قد تؤدي إلى بطاقة وقد يحرم في المباراة الأخيرة. اليوم من يتحمل مسؤولية هذه الخسارة؟ بكل تأكيد يتحملها المدرب، لأن المدرب هو الذي يجب أن يقود هذا المنتخب بالظروف التي دارت فيها المباراة نحو ليس فقط التعادل ولكن الفوز. وكنا نقول على الأقل إذا خرجنا متعادلين لدينا فرصة في المباراة الأخيرة نلعب على فرصتين، إما التعادل وإما الفوز على المنتخب العراقي. الآن الأمور تعقدت، ستكون مباراة فاصلة، حياة أو موت. بدأت بشكل مريح وعقدت الأمور على نفسك. مباريات من هذا القبيل يجب أن يكون التركيز فيها عاليا. ولماذا ذكرت كلمة التركيز؟ لأن في الهدف الأول للمنتخب الأوكراني لو لاحظتم أن اللاعب الأوكراني مر أمام إلياس بن صغير ولم ينتبه له وسدد كرة في المرمى بعد التوغل من الأطراف على الجانب الأيسر. وهنا أنا دائما أتذكر وأنا أقدم مباريات كرة القدم في شبكة أوربت، حيث كانت أولى بدايات الاستوديو التحليلي التي لم يكن يعرفها أحد في العالم العربي. كانت أوربت هي أول من حمل ثقافة الاستوديو التحليلي، انطلاقا مما كان يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية في ال NBA في ال NHL كرة على الجليد ورياضات أخرى في الباسكت في ال NFL كرة القدم الأمريكية إلى آخره. حينما كنت أنا أقدم الاستوديو كان معي طيب الذكر شفاه الله الكابتن عبد المجيد شتحي، وأنا أول مرة أسمع كلمة وجملة من هذا القبيل. كان يقول في عالم كرة القدم حينما تلعب المباراة واجبات اللاعبين حينما يتحدث إليهم المدرب ماذا يقول لهم؟ يقول لهم الكرة حينما تلعب يجب أن تكون عينك على الكرة، عينك على زميلك، وعينك على المنافس. في الهدف الأول هل كانت عين إلياس بن صغير على المنافس؟ قطعا لا، قطعا لا. ولذلك هذه أبجديات كرة القدم، خاصة حينما يتعلق الموضوع بوجود مهاجم في منطقة الجزاء. ولهذا نحن الآن نطرح علامة استفهام. الكرة كانت متحركة لم تكن ثابتة. أين لاعبي وسط الميدان في المنتخب المغربي؟ من كان لاعب ارتكاز اليوم؟ هل ترغالين ولا ريتشاردسون؟ في المباراة الأولى كان ريتشاردسون وكانت عملية إخراج الكرة كانت سهلة وسلسة. اليوم لعبنا بشكل عشوائي، أي أن العمليات التي يقوم بها اللاعبون سواء في الجبهة اليمنى وبنسبة أقل في الجبهة اليسرى اللهم في الشوط الثاني كانت دائما تأتي انطلاقا من مبادرات فردية للاعبين. كنت أتمنى أن أرى اليوم المنتخب المغربي يقوم بعملية خنق وشلل لحركة وفعالية المنتخب الأوكراني. اليوم المنتخب الأوكراني لعب بفعالية، عرف كيف يصل إلى مرمى المنتخب المغربي، ولولا المحمدي في 3 كرات لكان بإمكاننا أن نسجل أكثر. نحن خلقنا مجموعة من الفرص ولكن خلقناها بفوضى كما كتب أحد الإخوان الآن، بفوضى هجومية. حينما جاء هدف التعادل اعتقدنا بأن المباراة بقت فيها 5 دقائق ولدينا 20 دقيقة وأضاف الحكم 10 دقائق، يعني النصف ساعة. ألم نمتلك ملكة الصبر في البناء الهجومي، أن يكون لدينا بناء هجومي بتأني؟ من صاحب الخبرة والتجربة في هذا المنتخب لينبه اللاعبين أحيانا ينسون أنفسهم، والمدرب قد يخطئ التقدير
ولكن على رقعة الميدان يجب أن يكون هناك لاعب لديه الخبرة ليضبط إيقاع المنتخب المغربي. في وسط الميدان ما عندناش ضابط إيقاع، احنا ما عندناش في المنتخب الأولمبي لاعب قادر على أن يضبط رتم المباراة، يرفع النسق، ينزل النسق، يعمل التغييرات. ولاحظتم أن لعبنا كثير على الجبهة اليمنى، علما بأن الزلزولي في الجانب ال ال الأيسر في الشوط الثاني أعطى نوع من التوازن، لأن المنتخب الأوكراني لم يعرف هل سيبقى يركز على جبهته اليسرى كدفاع أم أنه يجب أن يحاول أن يكون يقظا حتى على الجبهة اليمنى، أي الجبهة اليسرى للمنتخب المغربي. والخطر جاء من الجبهة اليسرى كثيرا. أنا أتساءل اليوم والناس يتساءلون دور بلال الخنوس. صحيح أن المنتخب المغربي مع البداية بدأ بتغيير، بدأ المباراة بالزلزولي مكان أخو ماش قيل على أنه مصاب، ولكن تشعر أن ليس هناك كما يسمونه في لا فيرما ديلاميناتور، يعني بصمة توقيع المدرب على أداء هذا المنتخب. الحسرة اليوم التي تنتاب المغاربة جميعا هو أن المباراة كانت في يدك وفي متناولك، وكان بإمكانك أن تحسمها ليس بهدف أو آخر ثاني أو ثالث أو رابع، ولكن أن تخرج خاسرا منها. وقضية الفعالية في التعامل مع الفرص، أعتقد أن أوكرانيا أعطت اليوم درس للمنتخب المغربي. 3 لمسات وكرة في المرمى، ونتساءل كيف أن الكرة تمر أمام كل هؤلاء اللاعبين. الجانب البدني كان مهم، وتحدث عن السكتيوي أنه سيكون مؤثر. هي نهاية موسم والمباراة تقام الساعة دعنا نقول 5 بتوقيت فرنسا، الجو صيفي، الجو أحيانا يكون غير الأيام العادية التي يكون فيها بارد، ولكن هذا ليس مبرر. عامل اللياقة البدنية هو أنك في المباراة بذلت الجهد البدني الزائد. كيف؟ ستسألون كيف؟ أحيانا داعي الكرة هي التي تتنقل، لا تركض مع الكرة. ما نلاحظ أن اللاعبين المغاربة يلعبون الكرة في الأقدام، وحينما يطلبون الكرة يطلبونها في الأقدام. داعي الكرة تتدحرج. أنا أسألكم سؤال، هل لاحظتم تمريرات طويلة؟ هل لاحظتم تغيير اتجاه اللعب من هنا إلى هنا بتمريرات طويلة؟ لا، يجب أن تمر على واحد لاعب 2 3 4 5 حتى تنتقل إلى الجبهة اليسرى، أو يجب أن تعود إلى الدفاع لتلعب الكرة على الجانب الأيسر. اليوم درس يجب أن يتعلمه المنتخب الأولمبي وتتعلمه المنتخبات الأخرى أو أي نادي في المغرب. ليس لأنك لديك 11 لاعبا ولديك نسبة استحواذ رهيبة على الكرة أنك ستفوز في نهاية المطاف. اليوم عقدنا الأمور بالنسبة لنا بنفسنا، بمعنى أننا جنينا على نفسنا. كان بإمكان اليوم أعتقد حتى في حالة التعادل كما قلت ممكن أن تقول المباراة الأخيرة ألعب على جبهتين ولدي إمكانيات ولدي عناصر. أنا قلت لكم بأن هذا المنتخب أفضل من المنتخب الأول على مستوى الأسماء، ولكن عملية التوظيف هي التي يجب أن يعاد فيها النظر. ليس لأننا لدينا لاعبين مميزين سيلعبون بالشكل الذي يريده المدرب. وأعود وأكرر، سفيان رحيمي رغم أنه يسجل ضربة جزاء وهو خطير ولديه القدرة على أن يغير مجرى المباراة، ولكن يا سيدي خليه يلعب في مكانه، خليه يلعب في مكانه وأعطيه المساحة. أعطي المساحة لسفيان رحيمي لينطلق بالكرة، قادر على أن يصطاد لك 3 ضربات جزاء في المباراة، لديه هذه القدرة، هي هبة من رب العالمين. ولذلك لماذا أنت تحصره في كماشة تضعه في قلب الهجوم وسط المدافعين؟ إذا استلم الكرة يجب أن يدير ظهره حتى يستطيع أن يسجل لك أهداف أو يلعبها 1-2 مع اللاعبين. لاحظتم أن حينما مررت له الكرة في المكان الذي يحب انطلق واصطاد ركلة الجزاء. أعطيه المساحة يا سيدي على الأطراف، جبهة يمنى جبهة يسرى، أعطيه الحرية لكي يلعب. لا تخنق سفيان رحيمي في منطقة الجزاء. إلياس بن صغير أو الزلزولي دعهما يلعبان متأخرين على الأطراف. يجب أن نفكر بأننا لا نخنق لاعبين في بوتقة صغيرة. الجبهة اليمنى ذكرتني بما يتم إعماله في المنتخب الأول، تجد فيه إلياس أخو مال، عفوا تجد فيه إلياس بن صغير، تجد أحيانا الزلزولي معه، تجد معه اللاعب شرف حكيمي، وتجد لاعب آخر أو بلال الخنوس. 4 في جانب واحد يلعبون النقلات الصغيرة. وسع اللعب. يجب أن نلعب إما بشكل أفقي، ولكن الأهم أن نلعب بشكل عمودي مباشر حتى نصل إلى أن نحقق النتيجة المرجوة. سأعود ربما لهذه المباراة في وقت لاحق، أن الوقت يداهمني. أنا حاولت أن أكون معكم على الهواء مباشرة بعد نهاية المباراة حتى أعطيكم الابتسامات الأولى، وبخصوص إضافة الوقت حتى نحسم في هذا الموضوع ونوقف الجدل أن الحكم كان لا يريد أن يفوز المنتخب المغربي وكان يمدد الوقت حتى يصل المنتخب الأرجنتيني. أنتم شفتوا اليوم 10 دقائق وأضاف 2 دقيقتين وزيادة بعد احتساب هدف المنتخب الأوكراني. تعليمات الفيفا منذ كأس العالم انتهى هذاك الوقت ب3 4 دقائق تضاف. توصلوا إلى أرقام وإحصائيات تقول بأن الوقت الفعلي للمباريات قليل، أقل من 50% من الوقت الأصلي، ولذلك توجهوا إلى أن نصف دقيقة التي كانت تعطى في التغيير تم إلغاؤها، الدقيقة التي كانت تعطى بدخول المعالج إلى أرضية الميدان تم إلغاؤها. بدأ التدقيق في كل شيء.
وحتى نؤكد لكم بأن أي هدف يسجل في كرة القدم يجب أن يخضع لمراقبة الفار. انتهينا. وشاهدتم أن حتى حينما أعلن عن ضربة جزاء وبطاقة صفراء طلب منه أن يعود ليشهر البطاقة الحمراء. عمليات الغش أصبحت منعدمة، ولكن الأخطاء واردة. ممكن يخطئ في التقدير في حالة مثلا تدخل للاعب معين، قد يعطي بطاقة أو قد لا يعطي بطاقة، ولكن تسلل، هدف، ركلة جزاء، هذه أمور حسمت فيها. عملية الوقت حسمت في هذا الموضوع.